العمى ليس هو فقدان البصر فقط لا غير. فقدان البصر لا يمثل شيء في مصطلح العمى بقدر ما يمثله الجهل والفوضى، الفساد والتخلف، الفقر والعنف، التعصب. وده اللي كان بيحاول الكاتب والروائي العالمي الإنجليزي هربرت ويلز إنه يقوله في قصة من أروع قصص الأدب العالمي بعنوان بلد العميان. بلد العميان كتبها هربرت ويلز واتطبعت لأول مرة سنة 1936 ولا زالت تطبع حتى الآن. هي قصة خيالية بيكلمنا فيها المؤلف عن مرض غريب انتشر في قرية نائية معزولة عن العالم في جبال الأنديز. المرض ده أصاب سكان القرية بالعمى، ومن اللحظة دي انقطعت صلة سكان القرية بالعالم. ما قدروش طبعا يخرجوا برا قريتهم، لكن انقطعوا عن العالم وتكيفوا مع العمى وأنجبوا أبناء عميان جيل ورا جيل لحد ما أصبح كل سكان القرية من العميان. ما كانش بينهم مبصر واحد. وفي يوم من الأيام، لأن احنا زي ما قلنا إنهم كانوا عايشين في منطقة معزولة نائية في جبل الأنديز، فبالتالي في تسلق للجبال، وكان متسلق لجبال الأنديز بيمارس هوايته. في يوم من الأيام وهو يمارس هذه الهواية انزلقت قدمه وسقط من أعلى قمة الجبل للقرية. لكن ستر ربنا إن نيونز متسلق الجبال لم يصب بأذى، لأنه سقط على عروش أشجار القرية اللي كانت متجمدة، كانت ثلجية في هذا الوقت. أول ما نيونز وقع في القرية، فكانت أول ملاحظة ليه إن البيوت ما فيهاش شبابيك، إن الحيطان مطلية بألوان صارخة بأسلوب فوضوي. فقال إيه العشوائية دي بلد إيه دي؟ مين اللي بنى البيوت دي ودهنها؟ واحد أعمى ده ولا إيه؟ ولما توغل في وسط القرية بدأ في منادات الناس. لاحظ إنه هو ماشي في شوارع القرية والناس ماشية جنبه، محدش بيبصله. وهنا فعلا عرف نيونز وأدرك إنه في بلد العميان. راح لمجموعة من أهل القرية وابتدى يعرفهم بنفسه وإيه الظروف اللي خلته يوصل للقرية، وإن الناس اللي في البلد دي لا يبصرون، بينما إن الناس اللي في بلده يبصرون. أول ما نطق بكلمة يبصرون انهالت عليه الأسئلة. يعني إيه يبصرون؟ طب إزاي؟ الناس بتبصر إزاي؟ وأخدوها بمنطق السخرية على نيونز، حتى إنهم وصلوا لاتهامه بالجنون وقالوا طيب إحنا نشيل عينيه زي ما إحنا ما عندناش عيون، وفي هذه الحالة مش هيهزي بهذا الكلام. حاول نيونز إنه يشرح لهم إيه معنى إن الإنسان يكون مبصر، ولكن كيف يفهم من لا يبصر معنى البصر؟ وبالتالي ما كانش أمام متسلق الجبال نيونز أي وسيلة عشان يحافظ على عينيه غير إنه يهرب من هذه القرية. وهو بيسأل نفسه إزاي يصبح العمى هو السائد وهو الشيء الطبيعي، بينما البصر هو المرض. الكاتب عايز يطلع من كل الحدوتة الخيالية دي
وهذه الفكرة إلى إنه يقول لنا إن بلد العميان هي كل مجتمع يسود الجهل، الفوضى، الفساد، التخلف، الفقر، العنف والتعصب بسبب أفكار غير صالحة ومهيمنة عليه، وإن أي دعوة تنويرية بتواجه هذا المجتمع بيرفضها ويشعر تجاهها بالريبة ويتصرف تجاهها بعنف وعدوانية. الكاتب عايز يقول إن بلد العميان دي هي كل مجتمع تسود الطائفية، كره الآخر المختلف، التبرير لإيصال الأذى لكل من اختلف. بلد العميان هو ذلك المجتمع الذي يوجد فيه أفراد قمة همهم ماذا يأخذون منه لا ماذا يقدمون له. تلك فكرة الروائي الإنجليزي هربرت ويلز في كتابه بلد العميان.